السلام عليكم، أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. بيقولوا العلبة منه بقت ب60 جنيه. طب وعلى ايه ده كله؟ مش فاهمة. ب60 جنيه دول هنعمل منه حلة كبيرة تكفي العيلة والجيران كمان لو حابة كمان تعملي منه مشروع، هتعملي بدل العلبة هتعملي 50 علبة. ومش بس كده، ده احنا كمان هنعمله في حلة واحدة من غير تعب ولا مجهود. هتعملي كده شوية كشري تاكلي صوابعك وراهم، وكل ده في حلة واحدة. يلا بقى، لو أول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة وما تنسيش تضغطي على الجرس وتفعليه على الكل عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله أول بأول. ويلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وأول حاجة هنعملها هي البصل. السر بقى بتاع قرمشة البصل اللي يخليه يفضل معاكي مقرمش لتاني يوم كمان ويمكن أسبوع لو حابة، مع إن ما أعتقدش إن هو يعني أسبوع، يعني أول حاجة بتخلص هو البصل بتاعة الكشري. بصي يا ست الكل، انت وهي هنجيب البصل بتاعنا كده وهنجيب مكنة الشيبسي زي ما انت شايف، هنقطعه زي الشيبسي، البطاطس الشيبسي كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هناخد عليه رشة كده من الملح عشان يبقى مملح معانا، وهناخد عليه حوالي كده نص كوباية او كوباية من الدقيق على حسب كمية البصل اللي انت عاملاه. المهم نغلف البصل بتاعنا كده بالدقيق كويس جدا، وممكن بالنشا لو حابين. انا عملته هنا بدقيق، ما حطيتش نشا خالص. ممكن تعملي ميكس بين الاتنين، دقيق ونشا، هيديكي برضو قرمشة حلوة قوي. لكن سواء عملتي نشا او سواء عملتي دقيق بيديكي برضو نفس النتيجة. خلاص كده. في الحلة بقى اللي انا هعمل فيها الكشري بتاعي، بقى فيها كمية الزيت اللي هطبخ بيها الكشري زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بكمية في أرضية الحلة كده بالشكل ده. هافرده بعيد عن بعضه، ما يبقاش كتير، مش هاحط الكمية كلها عشان يبقى مقرمش معايا. أنا عملته هنا على دفعتين. شايفين ما شاء الله، دي كانت بصلاية واحدة عملت معايا كمية كبيرة، هتشوفوها معايا في الآخر. هابتدي إن أنا أحمّره كده وإيدي فيه مش هاسيبه، هافضل أحرّك فيه كده زي ما أنتم شايفين. في الأول باحطه لحد ما يبتدي ياخد لون، مش هاحرّكه غير لمّا يبتدي ياخد لون كده، هافضل أحرّك فيه. هاطلّعه قبل اللون اللي أنتِ محتاجاه بشوية خلاص، عشان هو بيغمق معاكِ بسرعة جدًا. ده كده شكله بعد ما حمّرت كلّه ما شاء الله، ما فيش فيه واحدة بس كده مش مقرمشة، مقرمش جدًا، قرمشته تدوم أيام معاكِ، ولون دهبي خطير كده زي ما أنتم شايفين، وما فيش فيه أي أسرار زي ما قُلت لكم كده. السر الوحيد اللي فيه إنِّك تقطّعي البصل في مكنة الشيبسي الرقيق جدًا كده زي الشيبسي، هو ده السر اللي بيخلّيه معاكِ مقرمش ولونه دهبي كده وخطير. شايفين ما شاء الله. نحط البصل بتاعنا بقى على جنب ونبتدي بقى نحضّر فيه الكشري بتاعنا. في نفس الزيت اللي إحنا حمّرنا فيه البصل هننزل بيه حوالي نُص كيلو من الشعرية أو على حسب الكمية اللي أنت عايزاها، نحمّرها كويس جدًا. وبعد كده هانزل بكوباية من العدس اللي هو العدس البني أو العدس بجبة، منقوع لمدة ساعة في مَيّة سخنة، وبعد كده بادّي له غلوة واحدة وباسيبه يهدى، وباصفّيه وباحطه كده زي ما أنتم شايفين بالشكل ده أشوّحه. وبعد كده بانزل بكوبايتين من الرز أو كوباية ونُص على حسب الكمية برضه اللي أنت حاباها. تمام. هاملّح بقى الكشري برضه على حسب الكمية اللي أنا عاملاها، الملح على حسب الكمية. هنا نزلت بيه المكرونة بتاعتي كده، أي مكرونة تفضّليها، أي نوع تفضّليه، اللي هي المكرونة الصغيرة دي أو القواقع زي ما تحبي. خلاص. أفضل أشوّح فيه، كل أمّا أحط حاجة هافضل أشوّح فيها تاخد معايا سخونية كده وتضبط معايا. بعد كده آخر حاجة باحطها هي المكرونة الاسباجيتي، باحطها على الوش وما باقلّبهاش عشان ما لو جيتِ تقلّبيها مش هتعرفي تقلّبيها، باحطها على الوش كده وباسيبها. تمام كده. بعد كده أكون مسخّنة مَيّة في الكاتل أو مَيّة في الحلة كده، لازم تكون مَيّة سخنة بتغلي. هادّيها تقليبة والمكرونة برضه على الوش، وهاغطّي الحلة واسيبها على نار متوسطة لحد أمّا المَيّة تنشف. تمام. أنا ضبّطت الملح بتاعي، ما عادش محتاجة ملح، والعقد بتاعها يا دوبك يبقى ملامس ال الح ال الكشري بتاعي كده، مش عايزاه أكتر من كده، لإن لو كتّرت عن كده هيعجِّن معاكِ ويبقى طري، يبقى معجِّن، إحنا مش عايزين كده. العقد ده مضبوط جدًا. هنغطّيه ونسيبه على نار متوسطة، وبعد لمّا ينشف هندّي له تقليبة ونسيبه يتردد على نار هادية جدًا، وبكده الكشري خلص معانا.
بعد كده هنروح نحضر اول حاجة الصلصة بتاعتنا. عندي كده في حلة على النار هاخد فيها شوية من الزيت، لو عندك لسه زيت من الزيت اللي محمرين فيه البصل انزلي بشوية منه، ما عندكيش هتزودي شوية من الزيت وتنزلي بمعلقة كبيرة مليانة كده من التوم المهروس، اديله تشويحة بسيطة كده. انا مش عايزة التوم يحمر معايا، انا عايزاه يبقى لونه ذهبي بسيط كده. هنزل بمعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وبعد كده هنزل بعصير الطماطم برضو على حسب الكمية اللي انت عاملاها. تمام. وكمان نزلت بيه حوالي نص كوباية من الصلصة، وهنزل بيه الملح والفلفل الأسود، وبس كده. مش هديها أي توابل تاني، ممكن بس رشة جوز الطيب لو حابة. خلاص كده مش هتاخد أي توابل تانية غير اللي أنا قلتلكوا عليه، رشة كمون بس، وشكرا. هسيبها تستوي على نار هادية كده، تتقل بس معايا وبس كده. جبت بقى هنا تكة بسيطة كده انا بحب اعملها، شوية من البصل اللي احنا محمرينه بحطه معاها. انا بحب اعملها بالثوم بس، لكن جبت شوية من البصل المحمر عشان تدي لها طعم حلو. وخلاص الصلصة بقت جاهزة معايا بعد حوالي 5 دقايق، بقت جاهزة معايا بالشكل ده بعد ما قصرت وتقلت معايا، وما شاء الله بقت مظبوطة كده. الصلصة بتاعتنا بقت جاهزة معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو الطماطم بتاعتك مش حمرا هتضيفي لها بس معلقة من البابريكا تظبط اللون بتاعها. بعد كده هنبتدي نحضر الدقة بتاعتنا. عندي في حلة او كزرولة كده هاخد معلقة كبيرة من الثوم المهروس زي ما انتوا شايفين، تكون مهروسة كويس جدا. هاخد عليها معلقة من الكزبرة الناشفة، معلقة من الكمون، ورشة كده من الفلفل الاسود. هحركهم مع بعض كويس جدا على نار هاديه. انا عايزاهم يسخنوا بس، انا ما بشوحش التوم وما حطيتش زيت كمان. هي معلقه واحده بس من الزيت عشان تدي لمعه كده للدقه بتاعتنا. بعد كده هنزل بعصير ليمونه، تدي طعم ومزازه حلوه قوي للدقه بتاعتك. هنزل بعد كده بكوبايه من الخل. تمام كده. وهنزل عليها بكوباية زيها من المية. ظبطت الملح بتاعي، انا بحط في التوم وانا بهرسه بدقه في الهون كده، بحط معاه ملح، الملح بتاعه. خلاص ظبطت الملح بتاعي يسخنوا مع بعض، وبكده الدقة بتاعتنا بقت جاهزة. خلاص هركنها على جنب وهبتدي احضر الشطة بتاعتي، وهي اخر حاجة. هاخد كمية كده من الزيت، وبعد كده هنزل بيه كمية من الشطة على حسب ما تحبي. انا هنا ما زودتش الشطة قوي عشان في اطفال ما يتأذوش منها يعني، وكمان عشان الحساسية. خلاص. لو انت بقى بتحبي الشطة زيادة زودي كمية الزيت، عشان الزيت بتاع الشطة ده هو اللي بيدي الحرارة الجامدة بتاعة الشطة. انا ما بشوحش الزيت مع الشطة، بعمله على نار هادية جدا، لان بصراحة ريحته بتبقى مؤذية جدا وانا عندي حساسية، فما بقدرش اعمل الحركة دي. يدوب بحط الزيت عليه الشطة، بنزل عليه حوالي كبشتين كده من الصلصة اللي احنا عملناها، وبكده الشطة بقت جاهزة معانا. طبعا بنظبط الملح بتاعها وبس، ما بتاخدش معانا اي توابل خالص. وده هنا كده الكشري بتاعنا ما شاء الله بعد ما استوى معانا واتردد كويس جدا، مفلفل وحاجة كده تحفة وريحته فظيعة. شايفين ما شاء الله مستوي جدا. انا بس مش عارفه اقلبه قوي عشان المعلقه السباتيولا دي سيليكون، وما شاء الله الكميه كبيره تبارك الرحمن. حاجه كده كده يعني من الاخر احلى من المحلات مليون مره. عايزه اقول لكم ان انا عملت الكميه دي بسم الله ما شاء الله، كل حاجه ما خدتش معايا حرفيا نص ساعه يا دوب. على بال ما الكشري استوى معايا كنت حضرت الصلصات والدقه، كل ده اخد معايا اقل من نص ساعه. جربوا تعملوا بنفس الطريقه. عملنا كده الكشري في حله واحده، وكمان عملنا الصلصه والدقه، وكمان ال- الشطه، وكمان البصل المقرمش اللي لونه ذهبي خطير، وعرفنا السر بتاعه. نبتدي بقى نغرف الكشري بتاعنا في الاطباق الاستانلس كده زي المحلات بتاعة الكشري، وبالهنا والشفا. ناخد شوية كده من الكشري، وعليه شوية من الصلصة، شوية من الدقة، شوية كده من الشطة على حسب ما تحبوا، ونجرنش كده في الآخر بشوية من البصل المحمر. لو حابين بقى تعملوا اللي هو الحمص الشام، بتجيبيه تنقعيه لمدة ليلة وبعد كده بتسلقيه، وبس كده بيبقى جاهز معاكي تقدميه مع الكشري بالهنا والشفا. أحلى طبق كشري ممكن تاكليه حرفيا، حاجة كده ما شاء الله تبارك الرحمن. لو جربتيه تعمليه بالطريقة دي هتدمنيه وهتبقى عايزة تعمليه كل يوم، لأن بجد سهل جدا من غير كركبة بقى ولا مواعين كتير، وفي
نص ساعة بس عملنا كمية كبيرة ما شاء الله تكفي العيلة والجيران كمان. حابة تعملي منه مشروع في البيت كده بجد هيبقى حلو جدا وهتكسبي منه كتير. جربوا تعملوه في البيت كده وتقولوا رأيكم فيه. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وإن شاء الله أشوفكم على خير، وما تنسوش تشيروا الفيديو مع أصحابكم. السلام عليكم.